الكردستانية في ظروف كان لغيره أن يتجاوزها لولا حكمته وشجاعته الفائقتان. البارزاني المولود في 1903 من عائلة مناضلة ببارزان قاد في صباه وتحديدا عام 1916 مجموعة من البيشمركة لنجدة الأرمن المسيحيين، حيث أنقذ الآلاف منهم من موت محقق، وما زال بعضهم يسكن لغاية اليوم مدينة زاخو. شارك البارزاني الخالد وهو في ريعان شبابه بثورة الشيخ محمود الحفيد عام 1919، قاد خلالها قوة قوامها 300 بيشمركة لتصبح هذه المشاركة نقطة بداية لقائد أسطوري دافع عن حقوق شعبه. وفي عام 1935 قامت الحكومة الملكية والقوات البريطانية بنفي مصطفى البارزاني إلى مدينة السليمانية مع أخيه أحمد. وفي عام 1942 نجح البارزاني بالهرب من منفاه ليبدأ حركته الثورية الثانية. عام 1943 قاد البارزاني ثورة بارزان الكبرى، وبعدها غادر إلى كردستان إيران مع مجموعة من البيشمركة للمشاركة في تأسيس جمهورية كردستان، حيث تولى منصب قائد قوات البيشمركة بعد أن تم منحه رتبة جنرال. وبعد مرور 11 شهرا على عمر الجمهورية وإثر تلاقي مصالح الدول الكبرى آنذاك، تخلى الاتحاد السوفيتي عن دعمه للجمهورية وتركها وحيدة أمام الآلة الحربية الإيرانية في صراع غير متكافئ. لم يترك انهيار جمهورية كردستان سوى خيارين أمام البارزاني: إما تسليم نفسه ومواجهة الموت الأكيد، أو البحث عن مخرج آخر يضمن لهم مواصلة النضال. اتخذ البارزاني قرار المقاومة وعدم الاستسلام، لذلك اضطر ومعه حوالي 500 مقاتل يتجه نحو أراضي الاتحاد السوفيتي السابق سيرا على الأقدام بسبب وقوعهم بين كماشات كل من إيران وتركيا والعراق. استمرت الرحلة 53 يوما في ظروف قاسية إلى أن وصل نهر آراس وينجح في إيصال بيشمركته إلى بر الأمان. وفي 6 من تشرين الأول عام 1958 عاد البارزاني الخالد إلى العراق بحرا من خلال ميناء البصرة، حيث احتشد عشرات الآلاف من الكرد والعرب لاستقباله بمشهد عفوي قل نظيره عبر تاريخ العراق المعاصر. وفي عام 1946 أسس البارزاني الخالد ومجموعة من رفاقه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وانتخب البارزاني رئيسا له آنذاك. وبعد عودة البارزاني إلى العراق وتخلي الحكومة العراقية عن وعودها، قاد البارزاني ثورة أيلول. وعقب 9 سنوات من الثورة اضطرت الحكومة العراقية إلى الاتفاق مع البارزاني في اتفاقية الحكم الذاتي عام 1970، والتي لم تدم طويلا بسبب انقلاب قيادة حزب البعث على الاتفاقية بعد 4 سنوات، وتوقيعهم لاتفاقية مع شاه إيران نازل بموجبها العراق عن شط العرب عن المطالبة بالأحواز مقابل توقف إيران عن تقديم الدعم للثورة الكردستانية. كان عرب هذه الاتفاقية وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمباركة الدول العظمى. مرة أخرى خلال مدة قصيرة ورغم المؤامرات الدولية أشرف البارزاني الخالد على ثورة غولان التقدمية في 26 كانون الثاني سنة 76. وخلال هذه الثورة انبثقت القيادة المؤقتة للديمقراطي الكردستاني، والذي قاد عبر ثورة غولان التقدمية جنبا إلى جنب على الأحزاب الكردستانية الأخرى الثورة في كردستان، والتي أثمرت عنها انتفاضة آذار عام 1991 وولادة إقليم كردستان الفيدرالي. توفي البارزاني في أمريكا في الأول من آذار عام 1979 بعد صراع مع مرض عضال، ليدفن جثمانه الطاهر في قصبة شنو بإيران. وبعد الانتفاضة الكردستانية عام 1991 نقل جثمانه إلى قرية بارزاني في إقليم كردستان بموكب مهيب طاف أرجاء كردستان، حيث استقبلته الجماهير الكردستانية استقبالا مهيبا عبروا من خلاله عن حبهم واحترامهم لهذا القائد الفذ الذي كرس حياته في سبيل نيل الحقوق القومية لأبناء أمته.